خطوبة شيماء قاسم ومرتضى أركان بعد 40 يوم من وفاة زوج أختها رؤيا قاسم. مرحبا متابعينا الجديد بالقناة، خلي لايك واشتراك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. طبعا مثل ما شفتوا الصورة قبل فترة اللي نزلتها شيماء قاسم ومكتوب اليوم وردة وبكرة حلقة، هاي كانت قبل العيد، وبعدها اليوم نزل أركان وقال اليوم هم وبكرة أنا وأنت. صديقة مقربة من شيماء قاسم قالت انه شيماء ومرتضى خطبوا وسووا حفلة صغيرونة بيناتهم، مو حفلة وانما خطوبة عادية بيناتهم، بسبب انه تعرفون رؤيا قاسم زوجها توفى قبل 40 يوم، فالناس حتى ما تحكي عليهم وتاكل وجههم، لان تعرفون اول ما رؤيا قاسم نزلت صور عيد ميلادها كل الناس حكت عليها ونزلناها، فهم سووا قعدة بيناتهم خطوبتهم شيماء ومرتضى أركان، وأكيد بعد فرحة الزهرة راح يسوون حفلة كلش كبيرة ومهر. هذا اللي ذكرته صديقتها بمواقع التواصل الاجتماعي وبالتعليقات أكثر من بيج نزلوا هذا الخبر. ألف مبروك لهم والله يسعدهم. شو رأيكم أنتم؟ شيماء لايقة المرتضى ومرتضى لايقة شيماء؟ لو سالفة طشة وارتباطهم كتبوا لي بالتعليقات.